هنا القاهرة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. صباح الخير، صباح الفل عليكم يا احلى ناس في الدنيا. من النهارده بقى انا بره كده وبنجيب الايه، بنجيب فطار. يعني هم شفتوني وانا بشتري العيش، تمام؟ اتهوينا العيش وجبناه بالصبح اهو. وبقى احنا بدري على فكره، الساعه 8 تقريبا او 8 ونص، وجبنا فول كمان اهو. من النادر بقى لما احنا ناخد فول وننزل نجيب العيش كده. فيلا بينا بقى ايه، نطلع عشان النهارده اليوم طويل، عندنا شغل كتير يعني. ممكن بقى نطلع، انا متشوقه ان انا اطلع بسرعه عشان جايبه طبق الفول عايزه اعمل طبق الفول والعيش يعني. عايزه الفول العيش، وجبنا طلباتنا وفطرنا. وما صورتلكوش واحنا بنفطر بقى، قلنا على ما نرص حاجتنا ومش عارفه ايه، وفطرنا على السريع كده وشربنا قهوه وظبطنا الدنيا. وكانت امي الله يرحمها دايما تقول ايه، الساعه البدريه منسيه. حقيقي والله العظيم كانت بتقوم الساعه 6 الصبح تعمل كل حاجه، وعلى الساعه 10 9 تكون مخلصه كل حاجه. الله يرحمها يا رب، ادعوا لها بالرحمه. وقبل ما ابدا الفيديو بتاعي كده، عايزاكم تدخلوا عند يوميات ليلى بنت الريف ملكه التوفير، القناه بتاعتنا الثانيه اللي في الريف. عايزاكم تدخلوا تتفرجوا عليها، ممتازه، قناه ممتازه. طيب بعد ما فطرنا وجبنا العيش وظبطنا حاجتنا، انا دايما بحب يعني حتى لو عملت روتين او يومي كده بحب نطلع منه بحاجه. طبعا احنا كلنا شاطرين في صينيه البطاطس، بس النهارده عايزه اشارككم معايا صينيه البطاطس بتاعتي انا بعملها ازاي، وخصوصا ان انا اعملها في فرن الخبيز يعني. تعالي. الله يرحمها تقول لي ايه بقى، خرطي البطاطس، قطعي البطاطس يعني سميكه شويه. اقول لها ليه يا امي؟ تقول لي عشان بصوا البطاطسيه، تقول لي عشان تاخد وتدي مع نفسها في الفرن كده وما تنهريش، القطعه تطلع بقطعتها بعد ما تخلصي كده اهو. ماشي. طيب البصل، الثوم، الفلفل الرومي، قرن الشطه الحامي اهو. التوابل بتاعتي فلفل اسود، كمون. كمون يا شيماء في البطاطس؟ كمون، صدقوني بيبقى تحفه مع الفلفل الاسود والبابريكا كده والحاجات الحلوه دي. وشويه ملح، حطيت كمان شويه ملح بتاع مثلا ربع معلقه صغيره. ماشي. طيب ايه ده يا شيماء؟ مكعب مرقه. قال لي مش عايزه، انا عارفه ان المكعب خطر والمرقه خطر، بس انا النهارده يعني محتاجه ان انا ايه، اضيف مكعب مرقه. ليه بقى؟ هقول لكم. لاني انا هعمل البطاطس دي بزيت، مش هعملها بسمنه. لان انا عندي جوزي ما بيحبش السمنه خالص، ما بيحبش طعم السمنه، لا سمنه بلدي ولا سمنه نباتي ولا اي نوع سمنه، فهضطر اعملها بسمنه. وكمان ما بيحبش اي اضافه شوربه هنا، يعني ولا شوربه لحمه ولا شوربه فراخ، بيحس بطعمها. طب امسك الجماعه دول بقى كده اهو. بصوا، انا امي الله يرحمها كانت بصراحه بتمسكها بايدها، تفضل تدعك الحاجات دي كلها بايدها كده، البطاطس بالخضار ده كله بالحاجات دي، كانت بتعمل كده يعني قبل ما تضيف الطماطم والزيت. الطماطم بقى بتاعتي اهو، انا عامله بتاع مثلا يعني نص كيلو، اقل من كيلو الا ربع طماطم، وده كيلو بطاطس. ماشي، يعني كيلو وزايد شويه كده. لو في معلقه صلصه كمان اللي هي معجون الطماطم دي تبقى حلوه قوي، وشويه الزيت بتوعي اهو. ماشي. كانت امي تعمل لنا صينيه البطاطس دي، في فراخ مفيش فراخ، في لحمه مفيش لحمه، لما كانت تخبز لنا زمان في فرن الطين.
يعني الفرن الحطب ده كانت لازم تعمل لنا وراه صينيه البطاطس دي، ريحتها كانت بتجيب اخر الشارع، ونقعد نغمس بقى بعيش سخن اللي هي كانت بتعمله لنا رحمه الله عليها. هنديها غلوه على النار، هنديها غلوه على البوتاجاز. اول ما تغلي هنطلع على طول مع بعض ندخلها الفرن بتاعنا اللي هو الفرن اللي انا بخبز فيه بقى. يلا بينا. غلت غلوتين على النار اهي، خدت ودت بس كده على عين البوتاجاز. بعد كده جيت بيها جايه على الايه، على الفرن بتاعي. وطبعا انا مش معليه من فوق، بصوا الجناب عامله ازاي، وبرده مخليها متوسطه من تحت، لان الفرن ده طبعا بصوا حرارته بتبقى عامله ازاي، شايفين؟ يعني لو علينا لا طبعا ما ينفعش. اهو احنا هنتعامل معاه بقى كانه فرن بوتاجاز. وتعالوا بصوا كمان عايزه اوريكم حاجه. شايفين الفرن ده؟ طبعا هو ملوش شبكه، دي شبكه الفرن البوتاجاز بتاعتي. انا حطاها هنا ليه؟ لما بنيجي نعمل الفرن ده ما بيعملش كيكات قد كده، الكيكات بتطلع منه ايه يعني، ممكن تتحرق، ممكن تتشعوط، ممكن مش عارفه ايه، فالشبكه دي بتتفادى حاجات كتير قوي. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم البسيسه او هريسه الذره او بسيسه الذره الفلاحي هنا في الفرن ده، وهوريها لكم. هنسوي بقى صينيه البطاطس وبعد كده هنشوف اسوي. بص كده، شايفين؟ ولو فكرنا نشوف البطاطس دي هتلاقوها ايه، بصوا سخنه جدا مش هقدر امسكها، بس بسم الله ما شاء الله على المنظر. شايفين اهي؟ خلاص يعني هي قربت اهي. خلاص، وعملت رز بشعريه وعملت فراخ تمام كده. كان ناقص بس شويه عيش سخنين كده، بس احنا جبنا من الفرن بقى خلاص. اعملوا لنا لايك وكمان شير لو تقدروا للفيديو، يبقى كتر الف خيركم. وشكرا لكل الناس الجديده والناس الجميله اللي بيكتبوا لي تعليقات حلوه، ربنا يخليكم ليا يا رب. وكمان اعملوا لنا متابعه، اضغطوا كده واعملوا لنا متابعه عشان تفرحونا يعني، واعملوا لنا لايك واكتبوا لنا كلمه حلوه. مع السلامه. ايه اكبر حاجه يا جماعه في الطواجن ب 30 جنيه. بصوا قلل بقى وحركات وكل حاجه يعني. ايوه جدع. ب 15. عايزه اقول لكم ان اغلى حاجه في المحل يا جماعه اللي هو من الممنوعات هو الليمون. هنا بقى البطاطس ب10 والبصل كمان ب10. بصوا بطاطس حلوه جدا، طبعا البطاطس معروفه دلوقتي يعني، بطاطس تحميره اهي كلها. بس كده الكوسه. يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الهنا والسعاده والفرح والياسمين عليكم. ناخد عيش وهنجيب فطار. صباح الخير. احنا في الفرن اهو يا جماعه، بصوا الفرن. شكل العيش. انا بصور العيش بتاعي، بس هنهويه شويه كده ويبرد وبعد كده ناخده ونمشي اهو. بس بصور الطعميه. صورتني ولا صورت الطعميه؟ لا تصوريني. لا ما تخافش. كان مراتي محزنه على يوم حد سوي برضه.